بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس في دقيقتين كده بس بعض الاحتياطات المهمة في موجات الحر. أول حاجة عندنا في موجات الحر الأسكوربيك أسيد اللي هو فيتامين سي. فيتامين سي مهم جدا إن احنا نحطه في موجات الحر قبل طلوع النهار، يعني يكون بداية الساعة 7-8 كده. أول ما بيبدأ الحر بتكون المادة الفعالة وصلت لذروتها في الدم علشان يساعدك على إنك تتخطى مشكلة الإجهاد الحراري. لو نزلته في اثناء النهار يعني اظن ان هو مش هيدي لك النتائج المرجوه. تاني حاجه مهمه جدا الناس كتير كلمتنا عليها امبارح والنهارده في موجات الحر، اللي هو موضوع التجويع. التجويع بيعمل مشاكل مع الحر. الطائر يا جماعه مخلوق ذكي، مخلوق ربنا سبحانه وتعالى خلقه ذكي. في اثناء موجات الحر الطائر ما بياكلش ويحول لحم زي ما احنا فاكرين. الطائر بياكل احتياجاته بس اللي تحافظ عليه على إيه؟ ان هو فقط عايش، بتحافظ على ان هو فقط يعيش، مش ان هو ياكل ويحول لحم. لان هو درجة حرارته اصلا 41، يعني المفروض ان هو في الحر ده بيبقى يعني بيتأثر جدا. لكن في اثناء التجويع حضرتك لما بتجوعه، وفي ناس كتير بتعمل كده وغير مقتنعه براينا في الموضوع ده، انها بتجوع مثلا من الصبح لما لنهايه اليوم. التجويع ده بيأثر جدا جدا على الطائر. التجويع ده بيأثر على العناصر النادره اللي موجوده في جسمه. حضرتك وانت حاطط قدامه العلف، هو بياكل احتياجه بس اللي يخليه يعيش، مش اللي يحول به لحم. علشان كده النقطة ديت يا جماعة احنا بننبه منها وربنا يسترها. دايما في النقطة الأخيرة بس، إن في علاقة دايما بين الحر وظهور أصوات. دايما لما يبقى في موجة حر حضرتك بعد يومين ثلاثة بتقول الفراخ كان ظهر فيها صوت. طبيعي إن الفراخ يظهر فيها صوت، لأن زيادة الرطوبة في أثناء موجات الحر بالتبريد وخلافه بتدخل الهواء على الأكياس الهوائية وهو مشبع ببخار المية. فبتدخل الأكياس الهوائية دي عبارة عن فلاتر، بتدخل على الأكياس الهوائية إلى حد ما بتسد الأكياس الهوائية، فبتعمل لحضرتك صوت الحشرجة ده. المفروض إن ده عرض زائل، يعني عرض إن شاء الله بمجرد انتهاء السبب هيزول العرض. ممكن حضرتك بعد منها شوية إريثروميسين، شوية فوسفوميسين، حاجات اللي هي بسيطة جدا، الحاجات التنفسية البسيطة، يروح الصوت إن شاء الله بإذن الله. كنت عايز بس اقول ان كمان من اضرار التجويع، ودي حاجة مهمة جدا، تنشيط الكوليستيريديا وتنشيط السموم الفطرية، واحنا في غنى عن ده كله. حضرتك حاول قدر المستطاع ما تجوعش، وان شاء الله مش هيحصل حاجة، وربنا يسترها. وشكرا ودمتم بخير.